على الموضوع ده تاني دكتور عادل بعد ما اروح للدكتور خالد واشوف مسألة الارتباط بين كتابة الشعر في ديوانين هما منف وحلم، ثم اصدار كتب متعلقة في المقام الاول بالنقد الادبي والقصة القصيرة تحديدا، وليست اي قصة، هي القصة الشاعرة. يعني بداية، ما هي القصة الشاعرة؟ هل هي ضرب من ضروب الكتابة عبر النوعية ام ان المقصود شيء اخر؟ لا، هي القصة الشاعرة هو جنس أدبي جديد مم. أخذ بنصيبه من الشعر وبنصيبه من القصة. مم. هي قصة فيها دراما، فيها كل مقومات القصة القصيرة إنما منسوجة بنسيج الشعر، مم. وفيها تقنيات بقى مختلفة. والدافع الأساسي للكتابة في هذه النقد إن في فقر في الكتابة حول هذا الفن الجديد، على اعتباره أنه جنس أدبي جديد. مم. فيعني ده محتاج بالفعل ان النقاد يعني يكتبوا في مثل هذه الاشياء الجديده. مم. اضافه الى اني يعني انا متعدد القراءات. انا يمكن حضرتك قلت في الاول الدرعميين وكده، مم. انا يعني جدي كان درعمي وابي حفظه الله درعمي، وولدت في بيت علم قبل ان اكون بيت حفظه الله. بيت الدراعمة. فربما كتب التراث تتوفر مم. لدي. كتب المتعة عندي القراءة في النقد، في الشعر، في جميع فنون الإبداع. مم. فربما هذه القراءات أثرت بالتالي إلى أن أكتب في النقد. لكن يعني طب بما ان حضرتك جبت سيره التراث يا دكتور خالد، يعني الجنس الادبي الجديد اللي حضرتك بتسميه او مسمى بالقصه الشاعره، هل ليه اصول في الثقافه العربيه؟ يعني قرينا مقامات كتبت في التراث العربي بعبارات مسجوعه طوال الوقت. طبعا يعني هذه العبارات لا ترقى لمنزله الشعر، لكن هل القصه الشاعره صنف من صنوف الكتابه، كتابه المقامه؟ المقامة هو الأب الشرعي للقصة للروايه والقصه. بالضبط نعم. كده. وبالتالي هو الأب الشرعي لكل صنوف الكتابة القصصية. مم. وإحنا ما بنقولش جنس أدبي جديد، يعني معنى هذا أنه جنس استحدث مخلوق. من عدم يعني. وما فيش أبدا أي جنس استحدث من عدم. مم. كل إنسان له أب شرعي، وأنا ضد ما يقولون قتل الأب مم. التي روج لها. لا، مم. يعني الأب موجود في التراث. فيعني هو ميزان من قال الأب. بنقد الأب بقتل الأب قتل فهو من نقاد، اتفضل. يعني ليس. منه. نعم. إنما هي الفكرة في ميزان، مم. أصالة ومعاصرة. نعم. من الصعوبة بالفعل أنك تمسك بهذا الزمام. لابد أن تكتب بطريقة أصيلة، ولكن بنفس الوقت بالوقت نفسه تكتب بطريقة جديدة مم. أصيلة نعم. في نفس الوقت. طيب